لو عايز تخس بسيطة، روح اعمل تكميم معدة. بس استنى قبل ما تاخد القرار ده، لو قعدت مع نفسك 5 دقايق وفكرت فيها هتكتشف ان مفيش حاجة في الدنيا ملهاش ضريبة او ممكن اثار جانبية. اي حاجة في الدنيا بتيجي بالسهل، تأكد دايما ان هي لها ضريبة، ومش اي ضريبة، دي صحتك، دي كمان ممكن توصل ان هي تكون حياتك. اول حاجه شحوب الوجه طول عمرك. اتنين سقوط الشعر بطريقه رهيبه وهيفضل مستمر معاك. تالت حاجه حمض المعده عندك هيضعف وهيجي معاه ارتجاع مريء طول العمر. وبسبب ان حمض المعده عندك ضعيف ممكن تتعرض لمشاكل صحيه خطيره زي فرط نشاط البكتيريا الضاره في جسمك. رابع حاجه لما حمض المعده ده عندك ضعف فطبيعي انك انت هتمشي على فيتامينات ومكملات غذائيه طول عمرك عشان تعوض النقص في الفيتامينز. خامس حاجه ممكن لا قدر الله من 3 ل 5 سنين يجي لك التهابات شديده في المراره، ده غير حصوات فيها وممكن يؤدي لاستئصالها. سادس حاجه يحصل لك ضعف ووهن بشكل عام في جسمك كله، لانك اثناء النزول السريع هتخسر كتله عضليه كبيره. وما تجيش تزعل لما تيجي تبص على نفسك في المرايه وتلاقي ترهلات كتيره. سابع حاجه وده صدمه بالنسبه لك، في احتمال كبير جدا ترد الوزن اللي انت نزلته ده تاني بعد العمليه بسنه. وده حصل مع ناس كتير اعرفها شخصيا، وده بيحصل لانك انت فقدت كتله عضليه كبيره في فتره زمنيه قليله، وبالتالي حرقك هيقل جدا فوق ما انت ما تتخيل. وممكن تسال دكتور تغذيه لو انت مش مصدقني، لانك انت هتلاقي ناس كتيره جدا عاملين عمليات تكميم وبيتابعوا معايا. رقم 8 وانا قصدت ان انا اسيبها للاخر عشان اصدمك، انت هتمشي على نظام غذائي طول عمرك، بس ما حدش من الدكاتره اللي هيعمل لك العمليه هيقول لك كده. هو هيقول لك ان احنا بس هننضف لك اكلك وهنخليه شويه صحي، بس مش هيجيب لك سيره دايت من الاول، لانك انت اصلا هربان من انك انت تعمل دايت. اصلا انت رايح تعمل العمليه دي عشان ما تعملش دايت، فبالتالي هم عارفين ده كويس. فخلي بالك انت لو عملت تكميم معده فانت كده بتعمل جريمه في حق نفسك وفي حق صحتك، اوعى تفكر فيها تحت اي ظرف. افتكر دايما جملتي الشهيره، صحتك مش رفاهيه، صحتك حياتك. والناس اللي لسه ما تعرفش لحد دلوقتي، موجود بمتابعه تغذيه اونلاين سواء تخسيس او نحافه، بصمم لك نظام غذائي مفصل ليك انت مخصوص على حسب حالتك الصحيه، والمتابعه بتكون يوميه وفوريه. لو حابب تبدا معايا تواصل معايا على الواتساب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو عندك استفسار اكتبه في الكومنت وان شاء الله انا هرد عليك. مع السلامه.